كل الأمهات هتتمنى تكون سمعت الفيديو دي قبل الدراسة. 10 حاجات تعمليها قبل الدراسة، الحقي نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الحلقة عايزة أسألك سؤال. انت كل سنة قبل الدراسة بتقولي نفس الجملة: يا رب السنة دي أكون منظمة أكتر. وبعدين تبدأ الدراسة، نصحى متأخر، ندور على الشراب، الشنطة مش جاهزة، الكراسة خلصت، اللانش بوكس لسه هيتجهز، الوجبات بدأت والدروس بدأت، والأم بدأت تجري من أول أسبوع. وبعد شهر تلاقي نفسك بتقولي احنا لسه هنكمل السنة دي ازاي. لكن خليني اقول لك حاجة: المشكلة مش ان الدراسة صعبة بس، اوقات المشكلة اننا بندخل السنة الدراسية من غير استعداد حقيقي. بنشتري الادوات لكن ما نجهزش النظام، بنجهز الشنطة لكن ما بنجهزش الطفل نفسيا، بنرتب هدوم المدرسة لكن ما بنرتبش وقتنا. وعشان كده النهاردة مش هقولك بس ايه اللي تشتريه، انا هقولك 10 حاجات لو عملتهم قبل الدراسة هتدخلي السنة دي وانت اهدى، والبيت هيكون اهدى معاكي. والاجمل، معظم الحاجات دي مش محتاجة فلوس، محتاجة بس شوية ترتيب من دلوقتي. اول حاجة: ما تستنيش اخر الاسبوع. اكبر غلطة ممكن تعمليها انك تقولي لسه بدري، وبعدين فجأة تلاقي الدراسة على الابواب، فتبدأ الرحلة الشهيرة: الشنط، احذية، كراسات، اقلام، ملابس، ادوات، وتلاقي نفسك في يوم واحد عايزة تخلصي كل حاجة. والنتيجة: ارهاق ونسيان وعصبية. عشان كده اعملي قائمة صغيرة كده بسيطة، قسميها: حاجات للطفل وحاجات للبيت وحاجات لك انت. وما تشتريش كل حاجة مرة واحدة لمجرد انك خايفة تنسي. اعملها بهدوء كده كل يوم حاجة، لان الاستعداد المبكر مش معناه انك تعيشي في مود الدراسة من دلوقتي، معناه انك ما تدخليش على الدراسة وهي فوق دماغك. تاني حاجة: راجعي حاجات السنة اللي فاتت قبل ما تشتري. ودي حاجة ممكن توفر عليك فلوس ومجهود. قبل ما تنزلي كده تشتري، افتحي الدولاب، بص على الشنطة والأقلام والمقلمة وزجاجة المية وعلب الطعام والأدوات والكراسات اللي متبقي منها صفحات، يمكن تلاقي حاجات لسه جديدة. احنا اوقات بنشتري الحاجات تاني لمجرد اننا مش فاكرين عندنا منها ايه. اعملي صندوق صغير كده اسمه مستلزمات المدرسة، وحط فيه كل حاجة سليمة ممكن تستخدم، وبعدين اكتبي اللي ناقص فيها، وده يخلي انك وانت بتشتري اهدى كده واذكى. تالت حاجة: اعملي نظام للهدوم قبل الدراسة. تخيلي اول يوم مدرسة الساعة 7 الصبح والطفل بيقولك: ماما الشراب فين؟ والشراب مش موجود. التيشيرت فين؟ لسه في الغسيل. فين البنطلون؟ وهنا بقى تبدأ الام تاخد نفس عميق كده وتقول: يا رب اليوم يعدي على خير. عشان كده قبل الدراسة رتبي هدوم المدرسة، اعملي لكل طفل مكان واضح، ولو تقدري جهزي طقم اليوم من بالليل. مش لازم كل حاجة تتعمل الصبح، كل حاجة ممكن تجهزيها من بالليل. هتقلل قرار صغير من قرارات الصبح والقرارات الكتيرة اللي بتستنزف الطاقة. ودي اهم حاجة: راجعي مواعيد النوم بالتدريج. لو الطفل طول الاجازة بينام الساعة 1 او 2 بالليل، وفجأة قلت له من بكرة هتنام الساعة 9، طبعا هيبصلك كأنك بتقولي له هنطلع القمر. الجسم محتاج يتعود، فابدأي بالتدرج. قدمي ميعاد النوم شوية بشوية، وقللي السهر، وخلي الصبح يبدأ أفكر بالتدريج. يعني خليه كل يوم الصبح يبدأ بدري شوية، متسويش للظهر. والهدف ان اول اسبوع دراسة ما يكونش صدمة للجسم. والاهم، ما تخليش الموبايل اخر حاجة الطفل يشوفها قبل النوم. اعملي روتين هادي كده: حمام، هدوم النوم، ترتيب الشنطة، قصة قصيرة او كلام هادي، وبعدين النوم. الروتين المتكرر بيطمن الطفل لانه بيعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. خامس حاجة: ما تدخليش الدراسة بالاكل العشوائي. ودي نقطة ناس كتير بتنسى تجهزها قبل الدراسة. فكري في وجبات بسيطة وسهلة. مش لازم كل يوم تعملي لانش بوكس كأنه صورة من الانترنت. مش لازم 5 ألوان من الفاكهة، ولا سندوتش على شكل شخصية كرتونية. المهم يكون بسيط ومناسب والطفل يحبه. اعملي كده قايمة صغيرة كده، قائمة صغيرة كده لوجبات المدرسة، مثلا يوم سندوتش جبنة، يوم بيض، يوم زبادي مثلا وفاكهة حسب ما يناسبك، وهكذا يعني. والأهم، خلي إزازة المية جاهزة، لأن أوقات الطفل يكون تعبان أو مش مركز واحنا نفتكر ان المشكلة من الدراسة، وهو أصلا محتاج يشرب مية أو ياكل. سادس حاجة: جهزي ابنك نفسيا مش بس دراسيا. ودي من أهم النقط في الحلقة كلها.
احنا اوقات بنسأل الطفل ذاكرت، خلصت الواجب، جبت كام، لكن قليل جدا لما نسأله انت خايف من ايه في السنة الجديدة. يمكن خايف من مدرس، خايف من امتحان، يمكن مش عايز يسيب اصحاب الاجازة، يمكن خايف ان ما يكونش شاطر زي السنة اللي فاتت. اسمعيه وخليه يتكلم، وما تستهونيش بمخاوفه. لو قالك انا خايف، ما تقوليش انت بتخاف من ايه، مفيش حاجة. لا، قولي طيب فهماك انك خايف، تعالى نفكر سوا ازاي نخلي الموضوع اسهل. الجملة دي بتعلم الطفل ان مشاعره مسموح لها تكون موجودة. سابع حاجة، ما تدخليش السنة الجديدة بالمقارنة، ودي نصيحة لكل ام. لو ابنك السنة اللي فاتت جاب 90%، مش معنى كده ان السنة دي لازم يجيب 95%. ولو اخوه متفوق، مش معنى كده انك تقولي بص اخوك بيعمل ايه. المقارنة ممكن تخلي الطفل يكره الدراسة بدل ما يحبها. خلي هدفك انا عايزاك تعمل افضل ما عندك، مش لازم أن تبقى احسن من فلان وعلان. لان الطفل لما يحس ان امه بتحبه فقط لما ينجح، النجاح نفسه بيتحول لضغط. لكن لما يعرف ان امه بتحبه وبتدعمه حتى وهو بيغلط، هيبقى عنده مساحة يتعلم. تامن حاجة، اعملي مكان ثابت للمذاكرة. مش لازم مكتب غالي، ومش لازم أوضة كاملة، ركن صغير يكفي. المهم الطفل يعرف ان هنا مكان المذاكرة. خليه مرتب، إضاءة كويسة، الأدوات الأساسية تكون قريبة منه، وبعيد عنه قدر الإمكان الحاجات اللي بتشتته. لكن خلي بالك، مكان المذاكرة مش لازم يبقى مكان العقاب. يعني ما تقوليش روح اقعد هناك لحد ما تخلص. خليه مكان طبيعي، مكان تشتغل فيه، مكان آه بعدين نخلص ونقوم. تاسع حاجة، اتفقي على نظام الموبايل قبل الدراسة. دي من الحاجات اللي لو سبتيها الوقت الدراسة هتحول لمعركة يومية. يعني ما تسيبهاش لما الدراسة تيجي، هتخش في معركة. اعملي اتفاق واضح من دلوقتي، امتى الموبايل مسموح وامتى لا. هل اثناء المذاكرة، قبل النوم، ولا وقت الاكل؟ خلي القواعد واضحة، والاهم انك كمان تطبقيه. لان الطفل لما يشوف امه طول الوقت ماسكه الموبايل صعب جدا تقنعيه انه يبعده. مش معنى كده ان نمنع التكنولوجيا تماما، لكن نعلم الطفل ان الموبايل اداة، مش هو اللي يتحكم في يوم. عاشر حاجة، وانت كمان استعدي للدراسة. انت يا كأم استعدي للدراسة، وده اكتر حاجة الامهات بتنسى تعملها. كلنا بنجهز الاولاد، لكن مين بيجهز الام؟ انت عندك طاقة محدودة، وعندك شغل، وعندك بيت، وعندك مسؤوليات. فما تدخليش الدراسة وانت اصلا منهكة. حاولي كده قبل الدراسة ترتبي البيت بشكل مريح، تقللي الكراكيب، تخلصي الحاجات المؤجلة اللي تقدر عليها، تنظمي مواعيدك، تجهزي كده قائمة وجبات بسيطة، وتحددي أولوياتك. ما تقوليش لازم نعمل كل حاجة، الدراسة هتبدأ. لا، والبيت مش لازم يبقى مثالي، المهم يبقى قابل للحياة. تمام. في حاجة رقم 11 هديها لك زيادة، وهي ما تخليش بداية الدراسة بداية للخناقات. بعض الأمهات أول ما الدراسة تبدأ يتحول بيت لمعسكر. اصحى، ذاكر، خلصت قوم، اقعد، سيب الموبايل، انت مش هتذاكر. وبعد أسبوع الأم نفسها تكون منهكة، والطفل كاره كلمة مدرسة. خلي عندك هدوء، اعملي روتين واضح بدل ما تعتمد على الصراخ. بدل ما تقولي كل يوم 10 حاجات، او بدل ما تقولي كل يوم 10 مرات جهز شنطتك، اعمل جدول. لا، اعملي انت جدول بدل ما تفضلي وراه خلصت. لا، خليه يعرف الوقت المخصص للمذاكرة. الفكرة انك تحولي الاوامر المتكررة الى نظام. النظام بيريح الام والطفل. واهم سؤال تسأليه لنفسك قبل الدراسة، مش هل اشتريت كل حاجة، لكن هل بقيت مستعد نفسيا للسنة الجديدة؟ هل انا داخلة وانا هادية، ولا داخلة وانا متوترة؟ هل ابني عارف ان الدراسة مش معركة؟ هل هو عارف ان الغلط مسموح؟ هل انا حاطة توقعات واقعية؟ هل انا مستعدة اسمع قبل ما احكم؟ ده حاجات مش بتتباع في المكتبات، لكن احيانا بتكون اهم من اغلى شنطة واغلى ادوات مدرسية. كلمة اخيرة لكل ام، لو انت ام عايزة اقولك ما تدخليش السنة الجديدة وانت طالبة من نفسك الكمال. مش لازم كل يوم تصحي قبل الكل، ومش لازم تعملي اكل جديد كل يوم، مش لازم ان البيت يبقى مثالي، ومش لازم ابنك يجيب اعلى درجة، ومش لازم كل يوم يمشي زي الساعة. هيكون في ايام جميلة وايام صعبة، ايام هتحس انك مسيطرة على كل حاجة، وايام هتقولي انا مش قادرة. ودي طبيعي، انت ام، وكأنك بتحاولي. دي في حد ذاته شيء كبير، حد ذاته حاجة كبيرة. فخد الدراسة خطوة خطوة، جهزي اللي تقدري عليه من دلوقتي، نظمي بيتك،
نظمي وقتك، اسمعي ولادك، اهتمي بنومهم واكلهم، وحطي لنفسك وقت ترتاحي فيه. لان الطفل مش محتاج ام مثالية، الطفل محتاج ام هادية تسمعه وتحسسه انه محبوب وامن. وفي الاخر، يمكن اغلى حاجة تديها لابنك قبل بداية الدراسة مش شنطة جديدة ولا حذاء جديد ولا ادوات مدرسية. يمكن اغلى حاجة هي انك تقول له سنة جديدة بدأت واحنا هنعيشها سوا، مش مطلوب منك تكون كامل، المطلوب منك انك تحاول وانا جنبك. الجملة ديت ممكن تفضل جوا سنين، وربنا يجعلها سنة دراسية مليانة نجاح وراحة وستر وبركة لكل أم وكل طفل. السلام عليكم.